فيه فرق طالة أعماركم بين الأقوى والأفضل. إنه نادي قوي غير نادي مفضل عندك، فنان قوي غير فنان مفضل عندك، لاعب قوي غير لاعب مفضل عندك. فالقوة غير الأفضلية. القوة له عوامل تخلي هذا الفريق قوي، تخلي هذا اللاعب قوي، أو المشهور أيضا. الأفضلية له مقاييس ثانية، ولكن يغلب عليه حبك وتقبلك لهذا الشخص أو لهذا الفريق أو لهذا النجم الكروي. فإذا قيل وش الأفضل يفرق عن إلى قيل من هو الأقوى. أنا من وجهة نظري إنه ما فيه اختلاف إنه جروب أبو حصة وجروب غازي الذيابي هي الأقوى حاليا، سواء داخل السعودية وبرا السعودية. وكل جروب له نقاط قوة وتوهج، وكل جروب عنده نقاط ضعف. إذا قلت منه الأفضل نروح للمحتوى، أيهم أفضل محتوى. أيضا مثل ما قلت جانب الحب، أنت تميل لهذا ولا تميل لهذا. القوة قوة الحضور وقوة التأثير، هذا اللي بناقشه أنا الآن، وكله من وجهة نظري أنا. من ناحية المتابعين، غازي يتابعه 4,500,000، أبو حصة يتابعه 4,200,000. ما هو الفرق اللي شاسع مرة؟ طيب جروب أبو حصة إذا صاروا جميع، ما شاء الله تبارك الله، قوة خارقة. ونفس الشيء جروب غازي إذا صاروا جميع، قوة خارقة. يعني إذا صار يصورهم أبو حصة بسنابه، يصور خوياه، وغازي يصور خوياه بسنابه، هنا الكفة تقريبا متعادلة من ناحية القوة. غازي يدخل أعضاء غير الجروب معه، مرة أطفال، مرة شيبان الله يطول بعمارهم. أبو حصة لا، فقط أعضاء الجروب. طيب إذا تفرقوا أعضاء جروب أبو حصة كل واحد بسنابه، أعضاء جروب غازي كل واحد بسنابه، من هو الأقوى؟ أعضاء جروب أبو حصة إذا صاروا بسناب أبو حصة شيء عجيب، قوة وضحك، تستمتع، ما ودك إن سناباتي خلصت. مواقف عفوية، مواقف مرسومة، لكن ما تمل أبد. إذا طلع كل واحد بسنابه يضعفون. يعني سين، ماني مسمي، سين تابع سنابه لحاله، ما معه أحد، سناب عادي، ما هو بمثل عفويته وما هو بمثل حضوره إذا صار مع أبو حصة بسنابه. أعضاء جروب غازي مع غازي قويين ما شاء الله تبارك الله. إذا طلع كل واحد منهم بسنابه الخاص، ممكن كم تابعتوها، الحاله ما هو مثل قوته مع جروبه بسناب غازي، ولكن عندهم محتوى منوع يصنع كل واحد منهم بسنابه. تلقاه يسنب مع عياله، مع عيال اخوانه، مع
بنات إخوانه، مع شيبانه. سألت 3 شركات أعلنوا عند الجروبين إجماع أنه الإعلان عند رئيس الجروب مع أعضاء الجروب إعلان مؤثر جدا وقوي ولا عليه غبار. إذا كان الإعلان عند عضو من أعضاء الجروب لحاله، الإعلان عند أعضاء جروب غازي كل واحد بسنابه أقوى من الإعلان بأعضاء سناب أبو حصة كل واحد لحاله. فهالشيء هذا لازم ينتبهوا له أعضاء الجروبين، إنهم إذا طلعوا لحالهم كل واحد لحاله يضعف. ما هو مطلوب منك إنك تكون بقوتك مع رئيس الجروب ومع أخوياك، لكن على الأقل خل حضورك قريب. يعني ما هو بس حضورك يومياتك، أنا بسيارتي، أنا رايح نصلي، أنا شبيت النار، أنا كذا. يعني لأن الناس ترى يبونك حتى وانت لحالك نفس عفويتك والكوميديا اللي تقدمه والسوالف والإفيهات وانت بسنابك. لكن مثل ما قلت لكم، أنا وجهة نظري إنه أعضاء غازي لحالهم يتفوقون على أعضاء جروب أبو حصة لحالهم كل واحد بسنابه. أما إذا اجتمعوا حكاية ثانية. من ناحية التألق والتوهج، أبو حصة تألقهم وتوهجهم وإبداعهم بمقرهم، الاستراحة والشريحة حقتهم. حتى اللي يجيهم بمكانهم يشبك معهم بنفس القوة. جروب غازي تألقهم وإبداعهم إذا سافروا، إذا طلعوا بر. شفتوا الفعالية اللي سووه بشديد بالأبو حشر؟ ودك إنهم ما وصلوا لها الحين من الفعاليات. يا الله، شيء عجيب. وعلى فكرة ترى هالشيء هذا ما يعيبها، لأنه كل إنسان بالحياة، خاصة الشخص اللي يقدم، فيه مكان يبدع به وفيه زمان يبدع به أكثر. هو هنا مبدع وهنا مبدع، الجروبين هنا مبدعين وهنا مبدعين، ولكن المكان الأكثر. لاعب الكورة نفس الشيء، إمام المسجد تلقاه صلى بمسجد بحارة ونقلوه المسجد ثاني. حد المساجد سبحان الله يجي له طاقة ويجي له إبداع، يتألق بهالمسجد غير المسجد الثاني. من ناحية المحتوى وحسب وجهة نظري أنا، جروب أبو حصة يعتمدون على البساطة وعلى العفوية. في أشياء أتوقع أنا متفق عليها، ولكن غالبا يطلعون بعفويتهم وبساطتهم. تلقاه لابس له ثوب رصاصي والجاكيت خضر عادي، ما عنده مشكلة، يطلعون مفرعين. جروب غازي لا، يحبون الرسمية. حتى بطلعاتها من البر غالبا طلعاتها من البر تلقاهم رسمين، وهذه أيضا ما تعيبهم. ترى كل واحد يطلع بالشكل اللي يحبه، والناس عاد يقبلونك أو ما يقبلونك، عاد هذه ترجع قبول الناس. جروب غازي جروب مثير، يطرحون قضايا تصير مثار جدل عند الناس. هل هي الإثارة هذه عفوية أو إثارة مقصودة؟ ما أدري، لكن كثير من الأحيان الأشياء اللي يتكلمون عنه تقب مواقع التواصل به. قضية أشفع لأبوي ولا أشفع لأمي، جعلها العقم اللي كذا كذا، أكثر من مرة. صبغة الشعر،
إذا انهزم أو فاز النصر. هذا ما هو موجود عند جروب حصة. جروب حصة فقط يوميات وضحك، و يعني تتابع الجروب عشان تضحك. جروب غازي غالبا الناس يتحرون وش هالموضوع اللي يطرحونه، تبي تصير قبس حوله.